ما تخيلتش ان يجي عليا اليوم ان افرز الملوخيه زي ما هي كده، بطينتها بورقتها بكل حاجه، بحطها في الفريزر وزي ما هي بطلعها زي ما هي، زي ما انت شفتي كده، ولا بقى بمخرطه ولا بخلاط ولا بكبه ولا اي حاجه. بتجيبي الملوخيه من الارض كده، عايزه اقولك بتحطيها ايه في الفريزر زي ما هي كده. يلا بينا بقى، ولا تعب ولا مجهود ولا مخرطه. عايزه اقولك بيعي المخرطه بقى، خلاص مش هتحتاجيها تاني ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف الملوخيه. انا عايزه حد بقى يقول لي ان دي ازاي اتعملت بالشكل ده والجمال ده والخضار ده، وتكون متفرزه زي ما انت شفتوا كده بالورق. احلى وقت تجيب فيه ملوخيه الوقت ده يا جماعه. انا والله احلى تفريز في الملوخيه التفريز اللي انا هعمله ده. عملته بطرق كتير وانواع كتير، بس احلى الطريقه عملتها هي الطريقه اللي هقولك عليها دي. بصي بقى، هجيب الملوخيه زي الفل كده، بسم الله ما شاء الله. واحلى ملوخيه اللي هي الصغيره دي، وتقطعيها بالعنقود بتاعها، يعني ما تشيليش الورق بس العنقود طبعا عشان يبقى ليها عرق. وبعد كده اغسليها بقى لما تقطعي نفسها 3 4 5 6 مرات براحتك انت بقى. وبعد كده صفيها كويس جدا، وبعد كده نشريها على رخامه، على فوطه، على اي حاجه. انا فرشت اللي هي البلاستيك ده. وبعد كده سبته بقى ساعتين ولا حاجه يتنشف براحته، ينشف براحته كده. وتعالى اقولك بقى، بعد ما خلاص ما شاء الله نشف وتهوى كده وما فيهوش اي نقط ميه، وبسم الله ما شاء الله، جيبي بقى اكياس على قد الطبخه بتاعتك، وهاتي اكياس ونزلي حطي فيها الملوخيه بنفس الورق. هو الورق، ما تخلطيش، ما تحطهاش في الكبه، ما تحطهاش في الخلاط، ما تحطيش عليها شوربه ولا حاجه. هي بورقها، احنا هنفرزها بالورق بتاعها، مش هنعمل اي مجهود. هنحط في الكيس ونضغط على الكيس جامد جدا ونخرج الهواء منه. اهم خطوه ان انت تخرجي الهواء منه، لكن ما تسيبيش هوا فيه ويبقى يدخل له هوا، طبعا هيسود هنا. خلاص تاني يوم كده بقى، انا كنت طابخه بصراحه، فقلت يلا بقى نطلع التجارب اللي احنا عملناها. بصراحه انا كنت بعمل ومش واثقه بيني وبينكم، بس بصراحه انا عملتها قبل كده معاكم، بس يمكن من سنتين. بس بصراحه كانت في بلاستيك، ما حطيتهاش في الكيس، وكنت ضغط عليها جامد. فانا قلت بقى اتكل عليها واحطها في الكيس واشوف. هنا بقى اهم خطوه ان انت تنزليها في الكبه بتاعتك او اي حاجه في ايه وهي ساقعه، وهي يعني انت بتكسرها كده اول ما تطلعها من الفريزر، نزليها على طول في الكبه وخرطيها. لكن هتستني عليها لما تفك هتسود منك، ما تنفيش كده. وكمان تكون الشوربه بتغلي على النار وتنزليها على طول، ما تستنيش تخرطيها وتسيبيها على جنب وتقولي لا لسه هعمل الشوربه. لا، الشوربه تبقى بتغلي على النار وانت بتعملي الخطوه دي زي ما انت شايفه كده. خدتهم زي ما هي كده ونزلتها. بص بقى الخضار، انا عايزه اقول لك الكاميرا ظلمها والله العظيم 3. بص بقى، انا اول ما اعمل ملوخيه تبقى بالجمال يعني فيها عرق كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وادي الطشه بتاعتها، وبسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لك اتنسفت، يعني انا بصراحه قلت هناكل طبق ونشيل الباقي، اتنسفت. بسم الله ما شاء الله، بالف هنا وشفا. ولا بقى مخرطه بقى ولا خلاط ولا الكلام ده كله، ولا نخرط في الخلاط ونحط في الكاس ونحط، لا 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 خالص. اعملي الطريقه دي هتعجبك جدا، بالف هنا وشفا. الطريقه دي حلوه قوي، تجيبي الملوخيه حلوه. انا بصراحه انا عملت كمان شفتوه دول، وهجيب تاني وهعمل ان شاء الله. بالف هنا وشفا. بصوا الجمال، يا لهوي على الجمال، بالف هنا وشفا حقيقي.